السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم مكرونة فرن آه، باللحمة الاقتصادية. اللحمة الاقتصادية اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، اللي هي القوانص المفرومة. شايفين شكلها عاملة ازاي؟ ما شاء الله حلوة جدا، وطعمها فعلا مش هيفرق معانا، يعني مش هيفرق عن اللحمة. انا معايا هنا القوانص اللي احنا فرمينها، او البديل للحمة الاقتصادي، ومعايا بصل، ومعايا مكرونة، ومعايا حتة من الدهنة. انا برضو بشراها كده على المبشرة عشان تكون ناعمة. هنحط الاول طاسه على النار، وننزل فيها بالزيت، وننزل بالحته الدهنه اللي احنا، طبعا دهن عشان تخلي القوانص اللي معانا تاخد طعم اللحمه. حته الدهنه دي عشان تسيح معانا بسرعه، فبشرتها كده تبدا انها تسيح معانا. هنسيحها على النار، مش بتاخد وقت على فكره، بتسيح على طول. تلاقيها خلاص بقت ماده دهنيه عاديه خالص. وبعد كده هننزل باللحمه بتاعتنا. بصي، بلحمه او بالقوانص زي ما احنا ماشيين كده، باي حاجه هتحطيها بنحطها فيها لحد ما تبدا ان هي بتنزل ميه. طبعا البتاع ده بيكون سخن، بس هي برضو هتنزل ميه عشان دي قوانص. لكن اللحمه لو حطيناها على نار شديده عادي، مش هتنزل ميه. طبعا لازم تكون نار شديده طول شغلنا ده. بنهدي النار في الاخر خالص. النار شديده كده لسه بتفك بقى، شايفين يعني شكلها لحمه، ما يبانش خالص انها قوانص. هنبدا نفككها على النار كده لحد ما تبدا انها تنزل الميه بتاعتها وتشربها تاني. معاها بالراحه برضو لحد ما تفك خالص. والنار طبعا شديده زي ما قلت، ما نهديش النار عليها خالص، نسيب النار شديده كده. انا بستعمل اي نوع مكرونه متوفر عندك استخدميه يعني. الاقلام بيكون احلى طبعا، بس اي ماركه موجوده متوفره بنمشي بيها. كده بصوا اهي غيرت لونها خالص، هي لحمه قدامنا تمام خالص. وكمان ريحتها لحمه. ريحه الدهنه ظاهره فيها. مش ظاهره قوي لو ولادك بيقرفوا يعني، بس هي مش ظاهره قوي. معايا بقى هنا معلقه كبيره توم باودر، ومعايا كمان معلقه كبيره اللي هي بهارات لحمه، ومعايا فلفل اسود معلقه صغيره، بابريكا معلقه صغيره، كزبره برضو معلقه صغيره، والقرفه وحبهان وجنزبيل نص معلقه صغيره. كل حاجه منهم نص معلقه صغيره. هنزل بقى على اللحمه معانا كده، بتطعم معانا كويس كده. بعد ما شربت الميه بتاعتها كلها، بنزل بالحاجات دي، تبدا انها تتحمص معانا وتطلع معانا ريحه حلوه كده. وبجد تشم ريحه حلوه كده وانت بتعمليها. لما تشم ريحه التوابل هننزل بعدها بقى بالبصل، بس نشم ريحتها الاول. الخلطه دي حلوه جدا جدا بجد، جربوها تعجبكم بجد مع اللحوم. نشوحها شويه حلوين كده، معلش بقى على البخار، اكننا بنحمصها بالظبط. معش فيها ميه خالص زي ما احنا شايفين. لازم تخليها تشرب ميتها عشان ما تكونش زفره معانا. ان كان لحوم او فراخ او قوانص او اي حاجه، لازم بعد ما تنزل الميه بتاعتها تشربها تاني. معايا بقى هنا طماطمتين، يعني انا بشراهم او في الكبه او اي حاجه، يعني بقشرهم عادي وحطيتهم عليها برضو. بتطعم، بتخلي اللحمه مسكره شويه، تديها تحس انها مسكره حلوه كده في بقك. نقلبها بس تقلبتين كده قبل ما ننزل بالبصل. في اضافات كده بتيجي على دماغ الواحد وهو شغال بيحطها، بتخلي الحاجه حلوه بجد معاه. البصل بتاعنا انا مش مقطعاه ناعم زي ما احنا شايفينه، مش ناعم خالص، متقطع عادي. انا ضفت هنا البصل بقى وهقلبه. احنا هندبله شويه معاها، وهو طبعا البصل هيبدا ده النار لسه شديده. طبعا بينزل الملح بيساعد ان هو البصل ينزل الميه بتاعته ويدبل معانا بسرعه. مع هنا مع القوانص هنقلبها شويه لحد ما يبدا ان هو يدبل معانا كده. خلاص اهي. معايا بقى معلقه صغيره توم مهروس، هبدا افتح لها مكان كده في الوسط واحطها واقلبها. ريحتها بتطلع على طول، بتغير الريحه بجد وتخليها في مكان تاني خالص. نقلبها معاها كلها، وبعد كده هننزل بالفلفل. فلفل اخضر عادي زي ما انا مستعمله، او فلفل الوان. لو انت بتحبي الحاجه حراقه حطي بقى فلفل حراق، حطي شطه زي ما انت بتحبي. بس طبعا عشان اولادنا يعني نحط الحاجه اللي هم بيحبوها. هنقلب الحاجات دي لحد ما يبدا ان هو هنا في الوقت بقى ممكن نهدي النار شويه، ونسيب بقى المكونات دي يستووا مع بعض. هنجيب بقى حله تانية على النار، ونحط فيها شويه زيت، وهنحط فيها طماطم بقى اللي هي فريش، او طماطم انت من اللي مسبكاها وحطها من الفريزر. انا عندي من اللي حطها في الفريزر، فهحطها دي مش تاخد معايا وقت كتير على النار. هننزل بيها واحط عليها شويه ميه كمان.
يعني هي مش فيها ميه كتير، فانا هزودها ميه. انا حطيتها بس فكت كده في حاجه تانية، وبعدين نزلت بيها عليها، وهنزود ميه. دي اللي احنا هنشرب بيها بقى المكرونه. معايا بقى معلقه كبيره بابريكا، ومعايا اللي هو معلقه صغيره فلفل اسود، ومعايا برضو بهارات لحمه معلقه صغيره، ومعلقه صغيره كمان برضو مليانه اللي هي كزبره وتوم باودر وبصل باودر معلقه برضو صغيره، واحطهم على الطماطم واقلبهم كويس معاها. خلطه حلوه بجد. وبرضو حطيت اللي هي مرقه دجاج، حطيت مرقه دجاج. هنحط ملح، ومعلقه برضو صغيره مهروسه توم، وهنحط شويه سكر يعادلوا الحموضه بتاعه الطماطم عشان ما تبقاش بتلسع معانا. نحط ملح، وبعد كده لو احتاجت ملح هنزود، ونسيبها تغلي على النار بقى لحد ما تتقل معانا حاجه بسيطه كده. خدت بقى من الصلصه اللي انا عملتها دي على اللحمه، حطيت تقريبا كبشه او كبشتين على اللحمه دي عشان تخليها طريه كده وجوسي معانا وطعمها احلى كمان. بنجيب الحاجه اللي احنا هنحط فيها ان كانت حله ستانلس زي دي، او حله المونيا، او صينيه، او عندك الحاجات اللي تحط فيها براحتك، او اللي هو الطواجن والحاجات دي. نحط اللحمه فيها ونضغط عليها كده، نثبتها في القاع. انا هحط في الحله دي كيس مكرونه، دي الحله الصغيره من طقم الستانلس. كيس مكرونه، بستخدم اللي هي مكرونته دي او اي نوع بقى. وهنبدا ننزل عليها بالصلصه، جزء من الصلصه اللي احنا عاملينها، ومعايا كمان ميه مغليه. مش هنضيف غير ميه مغليه. الحاجه اللي هنحطها لازم تكون سخنه طبعا، والفرن بتاعنا دلوقتي انا مولعاه. هبدا انزل عليها بكام كبشه كده. انتوا شايفين السمك بتاعها، ماهاش ميه سايله بزياده ولا هي تقيله، يعني حلوه كده. طبعا ظبطنا الملح بتاعها. هنبدا نضيف بقى هنا ميه مغليه، ونجيب بقى اي حاجه كده نقلب مش نقلبها، يعني نفك المكرونه بتاعها. اول ما نحط عليها الميه بتحس انها مسكت في بعضها، نفككها كده شويه، ونظبط الميه بتاعتها بحيث انها تكون يعني ايه، متداريه شويه المكرونه. نحط عليها كمان شويه ميه، وبعد كده بنجيب فويل ونغطيها بيه. لو انت عارفه المكرونه، يعني لو هو المقاس بتاعك اقل من كده المكرونه، فبنحط ورق الاول اللي هو الورق الغذائي ده الابيض، وبعد كده بالفويل. لكن انا عارفه ان هي مش هتوصل لها، فحطيت عليها الورق الفويل على طول، قفلت كويس. بندخلها الفرن، نسيبها في الفرن. اول ما تبدا ان هي تغلي نسمع لها صوت كده، بقبقه كده في الفرن، تسمع لها صوت او تشم لها ريحه، نبدا نهدي عليها النار ونسيبها ساعه الا ربع. فتحنا عليها بعد ساعه الا ربع، لقينا اللي لسه فيها ميه هنسيبها كمان شويه. لقينا الميه بتاعتها خلصت وهي لسه نيه، هنزود لها شويه ميه. لكن هي ان شاء الله بكده هتطلع معانا مظبوطه وتمام. كده بعد ما طلعت من الفرن بقى بنقلبها. لو لقيتيها لازقه معاكي في الاستانلس ده، لازقه سنه بسيطه كده، بالشوكه او بمعلقه كده من الجناب بالقاع بتاعها كده، وفكيها او في السكينه كده، يعني هي بتبقى حاجه بسيطه كده، لزق بس من حته صغيره. لكن في الالومنيوم كانت طالعه تمام. نبدا ان احنا نقلبها ونخبط عليها شويه عشان تسيب من تحت، وكانت طالعه زي الفل. هي لسه سخنه طبعا. طبعا من ريحتها الحلوه اللي في الفرن العيال ما تستناش يعني. وكده اهي دي اللي انا عاملاها في اللي هي في الستانلس، واللي جنبها دي اللي انا عاملاها في الالومنيوم. مش هيفرقوا عن بعض كتير، وريحتها كانت بتبقى بجد حلوه جدا، واللي كلها ما عرفش ان دي قوانص. بالف هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.